السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. يا مساء العسل، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين، يا مساء كل حاجة حلوة. مساءكم معطر بذكر الله. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. تحياتي لكل حبايبي وصحابي واخواتي وكل اللي بدعموني من مصر وخارج مصر، كلكم تحية غالية على دماغي، وشرف لي وجودكم معايا. ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا، وربنا يخليكم ليا دايما وتفضلوا تدعموني كده العمر كله. احلى اخوات في الدنيا، ربنا يبارك فيكم. طبعا انا داخله معاكم جايبه معايا 3 كيلو دقيق، جايبه معايا نشا، جايبه معايا سمسم، معلقه خميره، معلقه كبيره لبن بودره، معلقه صغيره ملح، تمام، معلقه سكر، جايبه حوالي رتل لبن طازة طبيعي كامل الدسم. يعني اللبنة بتاعت اللبن ده على ما اعتقد ان هو كيلو وربع، تمام. هبدأ ان انا احط السكر، احط عليه اللبن، وابدأ ان انا انزل معلقة الخميرة عليه، تمام، بحيث ان انا اعمل لها اختبار للخميرة، وبحيث ان هي برضو الجو برد وكده، فان هي تخلي معايا تخلي معايا القرص الطرية تطلع معايا بسرعة، تمام. هعمل لكم شوية قرص، ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا وحاجة تحفة. بس عندنا المشكلة في قطعة الكهرباء، بس دي اللي مدمرة لنا الدنيا في حاجات كتير، فربنا يوفقنا بقى ويسعدنا يا رب. طبعا هنا ده اللبن، معايا زيت ومعايا سمنة ومعايا بيكنج باودر ومعايا دول 2 فانيليا، هستخدم منهم واحد بس، تمام. هنا ضفت المعلقة الملح الصغيرة على اللبن، بحيث ان انا تدوب كده، ما تكتلش معايا في الدقيق، تمام. تبقى معايا الخطوات واحدة واحدة، هيطلع معاكي كمية او قرص طرية ما شاء الله ما شاء الله، احلى من اللي بتجيبها من المطعم، وطريقة اقتصادية جدا جدا، ما فيش فيها اي حاجة صعبة ولا اي افتكاسات. طبعا هنا هنبدأ ان احنا نضيف المواد الجافة، هنحطها على الدقيق. طبعا قلت لكم ان دول 3 كيلو دقيق، جبت لهم معلقة كبيرة لبن بودر، عايزة تحطي مش عايزة براحتك، هو اللبن كده كده كامل الدسم ومش محتاج، بس انا حبيت ان انا اخليه احلى كمان. طبعا عندي هنا كوباية سمسم، محطتهاش كلها، حسيت ان الكمية كبيرة، بدأت ان انا احط نصها كده او 3/4. ده بيكنج باودر، حطيت نصها بس، تمام، حطيت نصها بس، تمام. وبعد كده بدأت ان انا انزل عليها يعني حطيت معلقة بيكنج باودر، وحطيت بتاع كيس فانيليا، او لو فانيليا سايلة يبقى معلقة صغيرة، عشان طعمها يعني ما يظهرش جدا في المخبوزات او في الكماج. احنا عندنا هنا بنسميه كماج، وفي ناس بتسموها قرص طرية، معرفش بقى في الدول اللي برا انتوا بتسموها ايه، تمام. هي عموما قرص طرية. طبعا عملتها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، خلصتها كده، ضفت المواد الجافة كلها مع بعض في الدقيق، وبدأت ان انا اقلبه بالاسباتيولا كده، بحيث ان انا هنزل عليه بالمواد السائلة بقى، تمام. اول حاجة هنزل بها بالمواد السائلة الخميرة، طبعا شايفينها ما شاء الله بدأت تعمل معايا قرصة، وفكيتها بالمعلقة، تمام. طبعا هنا لسه في شوية خميرة في الطبسية او في الطبق، هبدأ ان انا احط شوية لبن عليها واضيفهم واقلبها فيها، تمام. طريقة سهلة جدا جدا، وطريقة سهلة وبسيطة، مفيش فيها اي حاجة صعبة. بأقل الامكانيات، لو متاح عندك سمنة، لو حتة سمنة صغيرة مع شوية زيت، تمام، بتعملها احلى شوية قرص طرية للأولاد دلوقتي، وبالذات ان احنا في المدارس، فالوصفة دي بالذات هتنفعنا لكل الأمهات. المدارس ومعاناة المدارس، وكل يوم نقوم بقى نحتار هنعمل لهم سندوتشات ايه، لأن أجيب كايزر، لا، هي الطريقة دي أحلى من الكايزر كتير، و... وجميلة كاملة الدسم. خلاص، تمام. هنا ضفنا المواد كلها وبدأنا ضفنا الخميرة عليها، قلبتها فيها كده واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. طبعا هنا جبت السمنة، انا سيحتها الأول على البوتاجاز، عشان انتوا عارفين الجو برد جدا، فأي حاجة بتجمد. حطيت حوالي 3/4 كوباية من السمنة، وهنا حطيت معلقة واحدة زيت، لسه هضيف لها زيت بس مش دلوقتي. تابع معايا الخطوات عشان يطلع معاكي احلى كماج او احلى قرص طريه تاكلها في حياتك. ويا سلام لو عندك بقى حته زبده، شويه سمنه، حته سمنه بلدي، هيوديلك الاكل في او الطعم في حته تانية خالص، هيوديلك القرص دي في الاكل بتاعها او الطعم بتاعها في حته تانية خالص.
تمام. هنا طبعا دي كمية اللبن، انا خدت منها طبعا حوالي كوباية، ضفتها على على الخميرة. وبعد كده بدأت ان انا هنزل عليها بقى بنص كمية اللبن اللي موجود. مش هنزل بالكمية كلها يا جماعة، امشي معايا بالخطوات صح، هتطلعي احلى قرص طرية. تمام. طبعا هنا ضفت نص الكمية، طبعا الاسباتيولا مش عارفة استخدمها كويس، وفي نفس الوقت ماسكة التليفون في ايدي، فحاولت ان انا برضو استخدم بقى، هحط الاسباتيولا وابدا ان انا استخدم ايدي في العجن. تمام. تمام. دي طريقتها سهلة، هوب يمين يمين شمال، هوب هوب على طول تلاقي العجينة اتلمت معاكي وبقت تمام اهو. شايفين؟ ما شاء الله، احلى شوية قرص تاكلهم في حياتي. ايه رأيكم؟ طريقتها جميلة وطريقتها سهلة، مفيش فيها حاجة صعبة. طبعا هنا هبدأ ان انا اجيب بكمية، هاخد نص الكمية اللي موجودة، برضو مش هنزل بقى كلها، لازم ننزل واحدة واحدة يا جماعة على بالدقيق. ننزل باللبن ده عليه بحيث ان نخليه ان هي ما تفكش منه او تبقى يعني سايلة كده، فاهمة؟ لازم تكون عجينة متجانسة. طبعا عملتها زي ما انتم شايفين كده، ونزلت بنص الكمية. خلاص طبعا لسه محتاجة كمان لبن، يعني هنا طبعا عجنتها شوية محترمين، لسه في دي اهو محتاج لبن، هننزل برضو بنص الكمية اللي لسه موجودة. احنا كل ما نلاقي كمية ننزل بنصها، كل مرة ننزل بنص الكمية اللي لسه، بحيث ان العجين معانا ما يتبهدلش او ما يبص منها. تمام. تمام. والله العظيم يا جماعة، شوية الدقيق دول كانوا مبروكين جدا جدا، وعملت منهم شوية حاجات حلوين قوي، بس هو الكهرباء اللي كانت مخلفانا بس شوية. خلاص. تمام. طبعا لو وصلنا لحد هنا حبايب قلبي، متنسوش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. واحب امسي وابعت اهداء لحبايبي واصحابي واخواتي حبايب قلبي اللي من مصر واللي من خارج مصر، يوميات ام ادم حبيبه قلبي، ربنا يا رب يبارك لي فيها ويخليها لي. حسن الكينج ربنا يبارك فيه يا رب. بيضة والرغيف حبيبة قلب ام مصطفى، جزاك الله خيرا حبيبتي، ومن تقدم لتقدم باذن الله. ام زين جيش كابتن حسن، ربنا يبارك فيها يا رب ويسعدها ويخلي لها اولادها، وتوصل مصر بالسلامه باذن الله. اللهم صل على النبي. مين؟ قناة برضو قناة عطا، ما شاء الله ربنا يبارك فيها يا رب ويجازي خير. كل القنوات حبايبنا وصحابنا اللي بيدعمونا، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجازيهم خير. مش عايزة والله انسى قنوات برضو عشان محدش يزعل مني. مطبخ وسام العربي، ربنا يبارك فيها يا رب ويخليها اولادها ويبارك لها فيهم. حبايب قلب القنوات اللي انا بقولكوا عليها دي، انا بقولكوا ان انتوا تدخلوها وتدعموها. قناتهم جميلة جدا جدا، والمحتوى بتاعهم أحلى وأحلى، ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك فيهم. ومن تقدم لتقدم. قناة أمل عبد الحي، ربنا يبارك فيها يا رب وأشوف قناتك يا أمل من أكبر القنوات بإذن الله. بجد كل حبايبنا وأصحابي ربنا يبارك فيهم. وشايفين، أنا والله يا جماعة بصوا، أنا شايفاكم، أنا سايباكم كده تتابعوا، وأنا يعني بتكلم. شايفين بس القرص وحلاوة القرص كده وهي في الفرن؟ شايفين؟ حاجة مفيش بعد كده. وهي بوي، ايه رايكم على الجمال ده يا ولاد؟ انفع ولا ما ينفع؟ بس على فكرة انا بصور لكم في الضلمة والله ومش شايفة. الكهرباء دي معاناة والله العظيم، في قطعة الكهرباء بجد معاناة، مش عارفة والله يعني. اهو شايفين؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ في معايا قرص والله بتتعمل بسبب قطعة الكهرباء، والله يعني انا مش شايفة. ولو ركزت قوي مع مع الحرارة بتاعة الفرن ان هي بتوجعني. ده الفرن الغاز بتاعي، حاطه صينيه بعمل عليها على اساس برضو ان القرص ما تتحرقش مني. والله وفي قرص برضو بتتلهف مني بسبب ان انا مش شايفاها. عشان الجو ضلمه وكده ويعني الضي بتاع الفرن بس اللي منور، فلذلك ما بقتش يعني كده. بس هنعمل ايه، ربنا يحنن قلوبهم علينا وما يقطعولناش الكهرباء اكتر من كده. طبعا ايه رايكم بقى في الجمال؟ والله بذمكم ايه رايكم؟ شايفين؟ والله بقى يتلهف منا حاجات، بس الحمد لله عملنا بقى شويه تشكيله يا ولاد، مش شويه القرص دول. شايفين؟ عملنا شويه قرص بعجوه، حاجه جميله. دي قرص بعجوه عيالي بقى قعدوا يفتكسوا، سبحان الله الحاجات اللي هم افتكسوها. ده عشان داخلها سكريات، بقت تتلهف بسرعه، فاهمين؟ بس جميله على فكره، هي مش ملهوفه، هي حلوه. طريقتها جميله جدا جدا وطريقتها سهله. دي قرص عملناها برضو بالجبنه، عملنا بالعجوه مدور، وعملنا بالعجوه برضو
مفكوكه يعني دواير، وعملناها اللي هي الملفوفه دي، وعملنا شويه قرص بجبنه، الجبنه على الوش اهو، وعملنا الكماج اللي انتوا شايفينه التاني. والله طلبوا مني حاجه كده بنسميها زي الابوري عندنا هنا في مصر، اللي هو يعني عجينه كده بنحط فيها سكر وسمنه ونقفلها كده. ايه رايكم؟ شايفين الحلاوه؟ والله يا جماعه ما فيهم قرصه عامله عن التانية، يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين التورقه، كل رقه سايبه التانية ازاي؟ شايفين؟ تضغط عليها كده حاجه جوس كده، حاجه جميله جميله جميله، مفيش بعد كده. شايفين الحلاوه؟ يعني هنا كانت الكهرباء جت، بقول لها يعني يعني انت بتساعديني يعني ولا بتعملي ايه يعني؟ انت مستنيه لما اخلص وبعد كده تيجي؟ فالحمد لله الحمد لله كانوا جميل، كانوا حلوين وكده. بس انا بعد كده اديت لنفسي قرار ان انا ما عدتش هخبز، يعني عشان اخبز احاول ان انا اخبز بدري قبل قطع الكهرباء، برضه عشان مفيش حاجه تتبهدل. هو الحمد لله مفيش حاجه اتبهدلت، هو الاضاءه بس يا جماعه اللي ساعات بتجيب لكم الحاجه يعني شبه ان هي ايه معموله شويه، بس شايفينها من هنا هي الاضاءه عندي اللي مش كويسه. ودي اللي انا قلت لكم عليهم، واشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله.